بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي مجموعه من الاسئله. سلام يا ابي، انا عندي 16 سنه بس تعبان جدا وحاسس اني حزين ومش عارف ايه السبب، بالرغم ان انا شخص مبتسم، يعني مش نكدي، ومش بقعد على السوشيال ميديا كتير، ومركز جدا في مذاكرتي وبطلع من الاوائل، وحتى انا اديلي فتره بصلي ومنتظم على قراءة الكتاب المقدس، وكمان بعترف ومنتظم عن التناول باستمرار، بس مش عارف ايه سبب الاكتئاب اللي جوه قلبي ده. انا يا قدس ابونا ما كنتش منتظم على الصلاة حوالي من شهرين، وكنت مبسوط جدا ومفيش حاجة تزعلني. غالبا صدقني ما كانش بيجيلي افكار نجاسة خالص. دلوقتي لما بصلي شوية بيحصل لي العكس. أنا عايز أقول إن الأفكار تعباني جدا ومش مخلياني مركز لا في مذاكرتي، وأكتر حاجة تعباني خطيتين: حب الظهور والأفكار الشريرة جدا. ودايما يا أبي من وأنا صغير حب للرهبنة جوايا كبير، بس كل ما أكبر في السن الشعور ده بيقل شوية. مش ممكن أعرف إيه السبب. آسف على إني طولت عليك. كويس قوي إنك قلت لي إنك أنت عندك 16 سنة، لأن من أكتر الفترات اللي في سن الإنسان يحس فيها بالمرجحة النفسية، إنه زعلان مش عارف ليه زعلان، ومكتئب ومش عارف ليه مكتئب، هو سن المراهقة النص التاني بتاعه، مش اللي هو من 12 ل 15، لا من 16 ل 18. في الفترة دي الإنسان بيمر بتغيرات كتيرة قوي نفسية، بيبحث فيه عن هويته، وبيمر يلاقي نفسه متضايق من ولا حاجه، وبعدين بقى تحصل خطيه معينه يبتدي يكتئب اكتر ويبقى مش عارف يقوم منها. فانت دخلت حاجات كتير في بعض. اولا انت بتقول لما كنت بعيد عن ربنا ما كانش في حروب، ولما قربت من ربنا الحروب زادت. ممكن انك انت لما قربت من ربنا حاولت تلتزم، ابتديت تشوف الحروب والشهوات اللي بتحاربك، فابتدت تجيب لك شيء من الكآبة. لكن انا واثق ان كله هيعدي على خير. اتمسك باعترافك، اتمسك بقداسك، اتمسك بقرايتك للكتاب المقدس، خلي عندك رجاء، اتكلم مع ربنا كابن بيكلم ابوه. قول له كده حتى لما الواد بيعيص نفسه، مش ابوه هو اللي بيشطفه وبيغير له هدومه، انا مش عارف اعمل حاجه مع نفسي، تعال انت يا رب اشتغل فيا. يبقى لا تفقد رجائك، كمل زي ما انت، واقبل ان الفتره دي التقلبات النفسيه فيها تقلبات بايخه وحاده، بس هتعدي يا ابني، هتعدي. اما بالنسبه لموضوع الرهبنه ده ما بنفكرش فيه واحنا عندنا 16 سنه خالص. انت تخلص الاول الثانوي وتخلص الجامعه، وبعدين نشوف شغلانه ونشوف في الفتره دي ربنا بيعمل معاك ايه وبيدعوك لاي سكه. فده بدري قوي ان احنا نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. سلام يا ابونا، انا بنتك عايشه في كاليفورنيا وبخدم اعدادي، كان في موضوع اتفتح وما عرفتش ادي الولاد اجابه دقيقه. الكتاب المقدس بيقول ان الحيوانات والانسان اتخلقوا في اليوم السادس، وحسب كلام الاباء يوم الخلق ده مش بالضروره يكون 24 ساعه، طبعا ده ممكن ملايين السنين، بدليل ان ايام الخلق ابتدت قبل خلق كوكب الارض والشمس والقمر، يعني قبل مفهوم اليوم اللي نعرفه. وده يفسر ازاي ان الحيوانات ما قبل التاريخ كانت موجوده قبل الانسان بكذا مليون سنه، وانقرضت الديناصورات قبل ادم. اوكي، كل اللي انت بتقوليه لغايه دلوقتي معقول، ان فعلا كل الحيوانات وكل الانسان اتخلقوا في اليوم السادس، بس اليوم السادس ده ممكن يكون 50 مليون سنة، 60 مليون سنة، ده اسمه اليوم السادس. فاليوم حقبة، والحقبة دي ممتدة ملايين السنين، وبالتالي اللي انت بتقوليه لغاية دلوقتي سليم. السؤال: حسب كلام الآباء الطبيعة الوحشية للحيوان ابتدت بعد الخطية، بدليل ان الحيوانات المفترسة كانوا بيعيشوا في سلام مع آدم في الفردوس. كيف كان هناك حيوانات وحوش دموية قبل خطية آدم؟ وهل طبيعة الحيوانات اتغيرت بعد الخطية؟ وكان الأصل في خلقها أن كل الحيوانات تعيش معا بدون أن يعتدي أحد على الآخر؟ شكرا يا أبونا. بص يا بنتي، أنا هقول لك الآباء قالوا إيه. الآباء قالوا فعلا أن مكتوب في سفر التكوين أن كل الحيوانات والإنسان، الدبابات والإنسان
ربنا خلق ليها النبات علشان تتغذى عليه، فكانت كل الخليقة خليقة نباتية، كل الخليقة خليقة إيه؟ نباتية. وبالتالي ما كانش فيه أكل للحوم، يعني الإنسان ما عرفش يأكل اللحمة وهو في الفردوس، كان بيأكل، وبالتالي كان إجماع الآباء يقولوا كده. بس هي بتقول طيب يعني يعني هل الأسد ما كانش أسد وبعدين بقى أسد؟ ده اللي هي عايزة تسأله. الحقيقة برضو في سفر التكوين بيقول آية إن ربنا خلق الدبابات، يعني كل ما يدب على الأرض، والبهائم ووحوش الأرض. كلمة وحوش الأرض قد تعني إن من الخليقة الأولى كانت فيه ممكن حيوانات بتتغذى على حيوانات، ده مش افتراس، ده من أكل الغاء، ده طريقتها في الأكل، يعني هي لازم تاكل كده. لكن اللي مؤكد عليه من جميع الآباء إن آدم كان ليه سلطان في الفردوس على كل الحيوانات، يعني آدم كان بره الخطية ليه سلطان، يعني حتى الأسد يعمل قطة قدام آدم، حتى لو الأسد في طبيعة مفترسة، يعني في طبيعة مفترسة أو ما فيهوش طبيعة مفترسة، دي فيها قولان. يعني هل دي وحوش الأرض كانت ما بتاكلش غير نبات؟ مش عارف، لكن في كل الأحوال إن كانت كل الحيوانات آدم كان ليه سلطان عليها، يعني ما كانش في أسد يقدر يرفع عينه في آدم. بس آدم لما سقط وتخلت عنه نعمة ربنا صار في الضعف، وصارت هذه الحيوانات شرسة ليها سلطان إنها تقدر تقتله، وبقى لازم يستخبى منها أو يصطادها. فاللي يفرق معانا إن آدم قبل السقوط كان ليه سلطان، وبعد السقوط هو سقط منه هذا السلطان. سؤال بيقول أنا الكلية بتاعتي بعيدة عن المنطقة اللي أنا ساكن فيها، بضطر أصحى الساعة 5 الصبح وأخد القطر وبعدين المترو وبعدين بمشي ليها مسافة شبه كبيرة وبرجع متأخر بيتي، فبنام نوم المقتولة وبصحى طبعا متأخر، فمش بلحق أنجز أصلا المذاكرة بتاعتي. لكن مش ده المهم، المهم إن بقيتش عارفة أركز في صلاتي، لأن ببقى لازم انام بدري ولازم اقوم بدري، وبكون مرهقه جدا ومفيش وقت المذاكره، فلما باجي اصلي بختصر حاجات كتيره وكمان بنام في الصلاه، فما بكونش مركزه. والمفروض ان بصلي صلاه النوم وباكر، لكن لما بكون عارفه ان مش هعرف اصلي باكر الصبح فبضطر اصليها مع صلاه النوم بالليل، يعني تصلي النوم وباكر بالليل. ولكن الفتره دي ما بقتش اصلي كويس ولا الصلاتين بالكامل من أساسه. فالسؤال هنا أعمل إيه عشان أرجع أصلي زي الأول، لأني مش عارفة أضبط توقيتاتي وخايفة أسيب الصلاة خالص. أول حاجة ده عند ربنا شعور حلو قوي، إنك أنت بتشتكي من ضيق الوقت وقلة الوقت وقلة المذاكرة، بس الهدف بتاعك إنك مش عاوزة تسيب الصلاة، يعني مش بتتحججي وبتقولي طب أنا أعمل إيه، لا أنت مش عاوزة تسيب الصلاة. اللي أنا عايزة أقوله لك في الحالة بتاعتك ان المزمور اللي انت بتصليه وبتحاولي تركزي فيه ب10 مزامير واحد تاني بيصليهم وهو مرتاح في بيته، فالفلسين ليهم قيمة عند ربنا. فكون انك انت عاوزة تكملي صلاة وما تسابيش صلاتك يا بنتي، دي حاجة عند ربنا غالية قوي، دي نمرة 1. نمرة 2، اسرقي وقت اليقظة. يعني مثلا ايه، فرضا وانت رايحة الكلية يا حبيبتي نمت في القطر، وبعدين ركبتي اتوبيس نمت في الاتوبيس، بس في فتره ماشيه، مش كده؟ لو انت قلت قدوس الله وقلت يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني ده انا خاطيه، يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ده انا بنتك غلبانه ومحتاجاك، يا رب يسوع المسيح اوعى تقطع ذكر اسمك من بقي ده انت اللي ليا. كل دي صلوات من القلب طالعه لربنا ومقبوله، وهتبقى زي المرأة التي قدمت فلسين أكتر من ناس قدمت أكتر من كده. امسكي في ربنا على قد ما تقدري، على قد ما تقدري صلي وانت ماشية، صلي اللي تقدري عليه بحسب جهدك. يعني لو انت صليتي ونمتي وانت بتصلي عند ربنا دي ذبيحة، لأن غيرك يقول لك أنا تعبان مش هصلي ويخش ينام. اوعي تكسلي، وبعد كده لما يبقى عندي بقى يوم أجازة أو يوم فاضي، لا امسكي في ربنا جامد وقولي بقى النهارده ماليش حجة، هصلي بمزاج النهارده. اعملي اللي تقدري عليه، واللي انت بتعملي مقبول، كملي جهاد وما تكسليش. سلام ونعمة يا ابونا، أنا في ولد بحبه ومعجبة بيه، هو أكبر مني ب2.5 سنة، ابن ربنا وخادم في الكنيسة وحد محترم قوي، بقالنا سنة وشوية بنتكلم مع بعض. في الأول كان بيخدم معايا فكنا لازم نتعامل، بس في الوقت
في الوقت ده ما كنتش معجبة بيه. بعدين بعد ما عد فترة في التعارف أنا ابتديت أميل ليه والمشاعر تتحرك ناحيته. في الفترة دي اتقدم لي ناس وأنا كنت بقابلهم وبتعرف عليهم عادي، يعني ما كنتش معلقة نفسي بالأولاني ده. بعدين كل موضوع ما يكملش بعدها بفترة يرجع يكلمني تاني، مع العلم إن في فترة لما بكون بتعرف على حد مش بكلمه خالص وبقطع معاه، وبعدين نرجع نتكلم تاني لما الموضوع ما يكملش. ماما وبابا شايفينه لحد كويس وابن ربنا وفرصة كويس، بس الفكرة إنه عمره ما قال لي إنه ممكن يكون في مشاعر منه ليا. هو بين انه مهتم ومعجب، لكن بصلي كتير لربنا وبقول له هو لو مش خير ابعده والى اخره. اتكلم بقى هو ماديا كويس وعنده شقه ومخلص كل فلوسها. انا المشكله بقى نيجي للسؤال، انا المشكله مش هقدر اصرح له ولا حتى اقول له علاقتنا دي ايه، لان للاسف بخاف اتفهم غلط ان انا اللي يعني بفرض نفسي عليه، وانه ممكن ما يكونش فيه اي مشاعر من ناحيتي، بل كل تصرفاته. ماما بتقول لي انه ممكن كده وممكن كده، وانا محتاره قوي، بحاول ابعد كل فتره بس بنرجع تاني، مش عارفه هو ده الشخص اللي ممكن اكمل معاه حياتي ولا لا. ولا انا يعني انا مش عارف اجاوبك يعني، ومحدش عارف غير ربنا، لان ربنا لوحده هو اللي شايف المستقبل. بص يا بنتي، انت محتاره، انت ابتديتي تميلي ليه بس هو ما كلمكيش رسمي، صح؟ ده اللي انا فهمته من السؤال. وانت لما كان بيتقدم لك حد مش موقفه حالك، كنت بتروحي شوفي حد واتنين، بس لما الموضوع بيفركش بيرجع تاني يتكلم معاكي والى اخره. انا مش عارف اقول لك ايه، لان عندنا في المجتمع بتاعنا بوضوح قوي ان الولد هو اللي بيتقدم للبنت وبيعلن عن مشاعره، وده بيعزز البنت وبيدي قيمه للبنت. وانت محتاره، وعاوز اساعدك. شوفي، هو ما دام ما اتكلمش بوضوح، في طريقه واحده ممكن تعمليها يعني. اصل خايف افتح على الكهنه فتحه، ده اللي قلقني يعني. لو انت تعرفي مين اب اعترافه، ممكن مره تقعدي مع اب اعترافه وتساليه، تقولي له فلان في بينا كده حاجه يعني انا مش فاهمها، هو لم يعرب عن شيء وما فتحش قلبه باي حاجه، انا بس عاوزه اسال سؤال عشان انا مربوطش نفسي بحلم زائف. هل هو قدسك يعني ودون تدخل في سر الاعتراف، لان ده مش سر الاعتراف، هل هو مثلا بيفكر في حد، او هو قال لك ما بيفكرش في الموضوع ده خالص؟ وهل لو في معلومه قدسك ممكن تقولها لي، ما تخدش سر الاعتراف، ممكن تقولها لي، ومش بالضروري عشان انا قلت لك كده ترد عليا، عشان انا كده بغطي كل الاحتمالات واسيب لاب الاعتراف. فممكن اب الاعتراف ياخد ماله بعد كده من اعترافاته، او هو حتى ممكن ينكشه ويقول له يا ابني انت ما فيش حد بتفكر فيه. ممكن دي وسيله. انا شفتوا قد ايه انا كنت متردد ومش حاببها يعني، بس انت صعبانه عليا ومتعلقه كده يعني في الهوا، فعشان انت صعبانه عليا يمكن اقترحت الاقتراح ده، وبامانه لاول مره جاوب سؤال وانا مش مقتنعه باجابتي. انتوا واخدين بالكم؟ فيعني اللي انت تعمليه، بس حبيت ايه اسهل لك السكه شويه. سلام ونعمه يا ابونا. سؤال: لو حد حصل له ايذاءات جنسيه في الصغر، هل من الحكمه يقولها لشريك حياته بعد الزواج ام لا؟ الاول، الايذاءات النفسيه او الايذاءات الجسديه اللي حصلت ليكي في الطفوله ديت مأثره في نفسيتك وعامله لك تروما، هل هتأثر على فكره الزواج؟ هل هتأثر على فكرة العلاقة الجسدية بينك وبين زوجك؟ لأن في ناس بسبب التروما دي لما اتجوزت ما بقتش زوجة سوية في العلاقة الجسدية، وبالتالي لو أنا عندي مشكلة متهيألي لازم أقولها لأب اعترافي، أو أب اعترافي يوجهني لاختصاصي لو حاسس أن أنا محتاجة شوية علاج ومتابعة،
عن ان انا اتجوز وتبقى جوايا مشكله تسبب مشكله جوه الجواز. ده السيناريو الاولاني، ان انا اطمن عليك انك متحرره من الالم والتروما النفسيه، يعني غلبتيها. طيب لا يا ابونا انا الحمد لله الموضوع ده نسيته. ملهاش لازمه تحكي يا بنتي. تحكي ليه؟ تحكي ليه؟ حاجه حصلت في الماضي وانت مش مسؤوله عنها وكنت طفله. عارفه لو الانسان ده كان من العيله، اولا لو قلت له في حد كده هيفضل يزن لغايه لما يعرف هو مين. والانسان ده لو كان جار او من العيله هتبقى فيه رواسب نفسيه غير قابله للازاله. فالحكمه تقتضي انك انت ما تقوليش، الا اذا كان في تاثير قولي الانسان روحاني افضل من الكنيسه، يعني يا مرشده قوي وست ناضجه وعاقله وليها علاقه بالحاجات دي، يا اما اب اعترافك. يا ابونا انا من الزقازيق، انا جات لي فرصه شغل كويسه جدا في شركه في اوغندا، وهناك معظم البلد مسيحيين لكن طوائف مختلفه، وسالت وعرفت ان في كنيسه واحده ارثوذكسيه. انا لسه بجهز للسفر. أنا طول عمري بخدم خدمة كلمة وخدمات تانية وعايش ببركة الخدمة، لكن بقالي 3 سنين ما بنزلش خدمة لظروف شغلي حاليا وأنا في مصر. لكن كنت عايز أستغل فرصة شغلي هناك في أوغندا وأشتغل وأشغل وقتي بالخدمة لسلامة أبديتي، عشان أنا خايف من الغربة تخليني أبطل كل حاجة كويسة كنت بعملها وأنساق في طريق الشر. لأن اللي بيبعد عن الكنيسة وبيبعد عن الخدمة مع الوقت هيبعد عن ربنا وبيقع في أي خطية، خصوصا إني مسافر وسايب مراتي ودلوقتي لحد ما أستقر هناك وأعرف أخدها. فكنت عايز من قدسك تتابع معايا أو أوصل للكنيسة هناك إزاي. أنا أعرف أبونا هناك، أبونا رفائيل ماسك الخدمة هناك، وأنا أوعدك إن أنا هخش الخادمة اللي بتجيب لي الميلز دي هخليها تتواصل مع الميل بتاعك، مش مع الميل بتاع اجتماع الراعي الصالح، لان لو عملت ريبلاي بيعمل ريبلاي على الراعي الصالح. فهنجيب الايميل الاساسي بتاعك انت وابعت لك نمره ابونا هناك، وان شاء الله الخدمه تكون تاتي بثمر. وعلى حسب معلوماتي من قدس ابونا هناك ان الخدمه محتاجه شغل 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 شغل، ربنا يدي لك وتخدم هناك. هبعت لك النمره. حاضر يا ابونا. بيقول لما تيجي تجاوب السؤال ده قول حد بيشتكي ان مامته عصبية وانا هعرف ده سؤالي. امي ست مقهورة جدا في كل حياتها اللي فاتت، وعلشان هي مقهورة جدا الحقيقة ابتدت امي تعمل فينا حاجات صعبة قوي قوي. يعني ممكن تفضل تجيب كل المشاكل اللي في الدنيا اللي حصلت معاها، ولو ما فضلناش نطبطب تتعصب جدا وممكن تتخانق لمدة أسبوع متواصل وصوتها يجيب آخر الشارع وتقول انتوا مش حاسين بيا. أمي عندها شحنات غضب عالية. المهم كل ده اترتب ان احنا بقينا تعبانين جدا جدا، لدرجة ان أختي جالها مرض وأخويا جاله مرض وأنا بشتغل من البيت. المهم يعني عرضنا عليها انها تروح للدكتور، هي رفضت ومش مقتنعه. انا يا ابونا خلاص تعبت ومش لاقيه حد احكي له غصب عني، بقيت مش طايقه ابدا، بحس ان قلبي هيقف من الحزن، مش لاقيه حد اتكلم معاه. بحاول اروح اجتماعات واكون صداقات بس كل حاجة صعبة قوي. طبعا في تفاصيل كتيرة قوي بس عشان صاحب السؤال أو صاحب السؤال بتقول إنها يعني مش عايزة التفاصيل كلها تتقال، فأنا اختصرت أو السؤال للمختصر المفيد. بص يا ابني أو بص يا بنتي، عايز أقول حاجة. عايز أقول إن لما بيكون في مريض نفسي في البيت ممكن جدا يكون سبب مرض لأصحابه اللي في البيت أو أهل بيته. يعني في مرة من المرات، ودي قصة عرفتها من استراليا، إن كانت في حالة بالشكل ده، فكانت بنتها اللي بتعالجها خدتها الدكتور واثنين وثلاثة، ففوجئت إن وزارة الصحة بتخبط عليها في استراليا وبتقول لها أنت محتاجة علاج. قالت لهم محتاجة علاج؟ يعني محتاج علاج؟ قالت ما هو الإنسان اللي يعيش مع الإنسان ده
بالطاقة السلبية الكبيرة اللي بيطلعها دي هو نفسه عرضة للمرض النفسي، فاحنا عاوزين نحميكي عشان تعرفي تخدميها وتقعدي معاها. ودي كانت فكرة جديدة. فأنا مدام ماما رافضة إن هي تروح للدكتور نفسي، أنا بقترح اقتراح يا حبيبي. إيه الاقتراح ده؟ الاقتراح ده إنك أنت وأخواتك تروحوا لدكتور نفسي وتوصفوا له الحالة بتاعتها إيه، سواء يقول لكم تدوها علاج بقى تدوبوه في عصير في كوباية شاي، ده ممكن، أو يقول لكم أنتم تتعاملوا إزاي نفسيا مع الحالة. يعني أوقات أنا بصطدم لأن أنا محدش قال لي أعمل إيه. أنا عندي مشكلة صمولة مش عارف أفكها وبحاول بالزرادية وبحاول، فروحت للدكتور قال لي خد المفتاح ده، فلما خدت المفتاح ده فتحت الصمولة. فأوقات إحنا بنحتاج استشارة نفسية عشان نبقى نمرة 1 في حالة من حالات الوقاية، نمرة 2 كيف نتعامل مع المريض اللي بالشكل ده، نمرة 3 هل لي علاج ممكن نديهوله بصورة خفية. فأنا مش محتاج ماما اللي تروح وهي رافضة، انتوا اللي تروحوا وتشوفوا الدكتور وتحكوا له الكيس وتاخدوا منه إرشاد نتعامل إزاي مع الحالة دي. واحد بيقول عندي سلام مع إخواتي اللي في الخدمة، بين إخواتي اللي كانوا بيخدموا معايا. أنا فاكر السؤال ده اتجاوب من 3-4 أشهر متهيألي. بيقول أنا خادم في إعدادي وبالتحديد في ثالثة إعدادي، نزلت السنة اللي فاتت أول سنة خدمة وكنت بدرس دبلومة بتتعمل امتحانها في مصر مرتين ورسومها بالجنيه الاسترليني، حاجة كده اتقالت صح متهيألي فاكر. وبعدين بسبب ضغط الخدمة أجل الامتحان، وبعدين بعد ضغط الخدمة، والخدمة عبارة عن ملعب وعبارة عن افتقاد وعبارة عن درس مدارس أحد وإلى آخره. المهم في الآخر خالص بيقول إيه، طلبت أنزل ابتدائي، قالوا لي لأ اوعى تنزل ابتدائي، ربنا بعت لك الخدمة دي في إعدادي واوعى تسيبها وما ينفعش تغيرها، مع إن ده متاح عندنا في الكنيسة وحاجات كتيرة قوي من كده. فكنت عاوز أعرف رأي قدسك، لأن أنا لما قعدت لنفسي وبالرغم ان انا اجلت الموضوع لغايه شهر 6 2025 وفوتت امتحان 12/24 لان مش هقدر اخشه، قعدت مع نفسي وحسيت ان مواعيد المذاكره بقت ضايعه ونمط حياتي في الخدمه مأثر على مستقبلي، وبعد ما دفعت الفلوس دي كلها مش عارف اذاكر ولا اعمل ايه. كنت موضح للخدام مشغولياتي السنة اللي فاتت وما كانوش بيستوعبوا وكانوا بيزودوا اللود عليا، واتكلمت مع عميل خدمة أكتر من مرة وأب اعتراف يعرف القصة دي وقال لي لو عاوز تغير أنا موافق، بس ما تقعدش خالص من غير خدمة. هو كاتب تفاصيل كتير قوي بقى كم مرة وكم ترم، بس أنا عشان فاكر السؤال ده متهيألي اتقلب لكده فأنا هختصر. بص يا حبيبي أنا هقول لك حاجة حصلت معانا إحنا في الكلية الإكليريكية. سنة 84 أنا دخلت الكلية الإكليريكية القسم المسائي، اللي هو يعني مش القسم الصباحي التكريسي، لا القسم المسائي، دي دراسات حرة يعني. فقعدت فأنا كنت ماسك خدمة، والخدمة كانت شديدة قوي قوي زي ما أنت بتشتكي كده يا حبيبي. وبعدين ناس كتيرة قوي على فكرة، معظم اللي في الإكليريكية خدام، يعني معظم اللي بيقدم إكليريكية هم خدام. فكتبوا لقداسة البابا يا سيدنا احنا بناخد 13 مادة، من ال 13 مادة دول منهم 6 صعبين يعني ممكن 6 يعدوا كده بالتجميع، لكن 6 محتاجين مذاكرة وحفظ ما ينفعوش يعني. فنعمل ايه؟ والخدمة ومتطلبات الخدمة، قال لهم قولوا الأمين الخدمة بتاعكم، سيدنا بقى لما يحسم شوية، قولوا الأمين الخدمة بتاعكم البابا بيقول ما نسيبش الخدمة، لكن نعمل الحد الأدنى، يعني الخدمة تبقى يوم واحد في الأسبوع، بتحضر كلمة واحدة في الأسبوع، لكن ما تنزلش نشاط، ما تطلعش رحلات، أخواتك يشيلوك علشان أنت لازم تنجح في الإكليريكية. وكون أنك أنت بتدرس الإكليريكية بجدية ده نوع من أنواع الخدمة، هتستفيد وتفيد الكنيسة بعد كده بدراستك، وبالتالي الإكليريكية دي مش لعب، الدراسة مش لعب. فسيدنا نفسه قال ما تسيبش الخدمة، بس اعمل الحد الأدنى، تقول لهم أب اعترافي موافق
وانا بعت سؤال وابونا جاوب وقال، وانت ممكن تستشهد بسؤالي، وخاصة ان سؤالي انا سمعت اجابته من الله ينيح نفسه البابا شنودة. الحد الادنى، يعني ايه الحد الادنى؟ نص يوم واحد في الاسبوع تفتقد كام ولد بالتليفون وتقول له يا رب عوضك بعد ما اخلص الامتحانات بتاعتي، وتركز في مذاكرتك لو سمحت اللي بتدفع فيها بالاسترليني. حرام يا ابني تضيع الفرص دي كلها. لا، خلص دراستك. احنا ما يرضناش ان انت تضيع مستقبلك عشان خدمة، وخاصة ان ممكن يكون في اخ خادم يشيلك شوية، وبالتالي نكون معتدلين. خلص دراستك واوعى تسيب الخدمة، بس اعمل الحد الادنى من الخدمة. ده ملخص الإجابة. يا ابونا أنا خادم بيتقال عني في كنيستي إن أنا ليا صورة حلوة في عين الناس، بس حياتي الشخصية مع ربنا تكون سطحية لأعلى درجة. ما بروحش أقعد مع أب اعترافي خالص بسبب خطية مسيطرة عليا من وأنا مراهق حتى دلوقتي، وبعد ما اتجوزت كمان، خصوصا إني بحس بخجل شديد منها. ولما أقعد مع أب اعترافي كل كام سنة أقول له عليها ويقول لي جاهد وصلي، وارجع اقع فيها تاني. فبقالي فترة كبيرة ما قعدتش مع ابونا بسببها، وفكرت اروح اعترف واقول كل خطية بعملها لأب كاهن تاني. بس قلت كمان طب بص يا حبيبي، عشان انت كاتب تفاصيل تاني، انا فهمت الخطية ايه. هي اكيد خطية ليها علاقة بالشهوة الجسدية بتقع فيها. كنت انت تعتقد انك بعد الجواز هتمتنع عنها، بس انت لازلت هي الخطية دي مسيطرة عليك. ده اللي انا فهمته. الحل الوحيد انك انت لو مش قادر تقولها لأب اعتراف، تروح لأب اعتراف وتقول له هجيلك مرة واثنين وثلاثة عشان هتمسك معايا الجهاد في الخطية دي. انا كل الخطايا بقولها لأب اعترافي الا الخطية دي اخجل تماما. فممكن قدسك تكون المرشد بتاعي. على فكرة أب اعترافك اللي هيسمع الخطية دي ليس بالضرورة يعرف اسمك، وليس بالضرورة يعرف كنيستك. يعني انت لو قلت له معلش يا ابونا لا هقول الكنيسة بتاعتي ولا مين أب اعترافي ولا حتى اسمي ايه، ده ما يضايقش ابونا. هو يهمه ان يساعد واحد عاوز يتوب ومش عارف يتوب، فممكن تعمل كده. يا ابونا انا واقع في خطية عدم محبة للآخرين وعدم تقبلهم، يا ريت قدسك ترشدني اعمل ايه، اديني تدريب روحي. اسف على الاطاله وشكرا جزيلا. انت واقع في خطيه عدم المحبه للاخرين وعاوز تدريب. اول حاجه، لو ليك علاقه روحيه منتظمه في اجتماع بتسمع فيه كلمه ربنا، واصحاح بتقرا فيه كلمه ربنا، وصلاه بتكلم ربنا فيها، مع الوقت قلبك هيتغير، لأن ده وعد إلهي صادق أنه ينزع منا قلب الحجر ويعطينا قلب لحم. محدش فينا من غير عمل نعمة ربنا في حياته يقدر يحب ناس ما بيحبهاش إلا إذا ربنا تدخل وغير القلب. لكن ربنا يقدر يغير القلب، بس انت اعمل اللي عليك. اقرأ إنجيلك كل يوم، اشتكي نفسك كل يوم، اطلب نعمته عليك كل يوم. كده وبس؟ لا. الناس اللي انت ما بتحبهاش دي خدهم واحد واحد وفكر في الفضائل اللي موجودة فيه ومش موجودة فيك. ما هو فيش إنسان كله ظلمة، مش كده؟ فأنت لو فكرت في الفضيلة اللي فيه وفكرت إن في بعض حاجات إيجابية في شخصيته، هتلاقي نفسك ممكن شوية مشاعرك السلبية تتغير، وتقول حتى لو مش قادر أحبه على الأقل ما أكرهوش، وعلى الأقل ما غيرش منه. حبة حبة مع الجهاد، لو ربنا لقى أمانتك في الصلاة وقراءة الكتاب المقدس وخضوعك لأب اعترافك هتتغير. ده غير إن عشان أنا ما أعرفكش ما أقدرش أديلك تدريب. اللي يقدر يديلك تدريب هو إيه؟ أب اعترافك. يعني أنا ما أعرفش قماشتك، يعني ممكن أب اعترافك يقول لك إيه رأيك إنك أنت وأنت جنبي دلوقتي ترفع السماعة وتكلمه وتسلم عليه. في واحد هيقدر يعمل كده، واحد ما قدرش كده. انا كأب اعتراف لو انتوا الاتنين بتعترفوا عندي وطلبت منكم الطلب، هعرف انك انت تقدر تعمل ده، واساسا مش هطلبه منك لانك ما تقدرش تعمله. فأب الاعتراف اللي فاهم النفسية ومربيك هو احسن واحد يديلك الروشتة اللي تنفعك. اخر سؤال علشان وقتنا. سلام يا ابونا، انا كنت في دبلوم تجارة
وبعده عملت المعادلة مرتين سقطت فيهم. أول مرة ما كنتش بذاكر، والتانية كنت بذاكر وبصلي عشان ربنا ينجحني، ولغاية يوم النتيجة أنا كنت بصلي وأطلب من ربنا إني أدخل الكلية وسقطت. وفكرت في السحر عشان أدخل الكلية، فكرت في السحر عشان أدخل الكلية بأي طريقة، وكنت دايما بفكر في الآية اللي بتقول كل ما تطلبونه في الصلاة تنالونه. حزنت جدا لأن دخولي الكلية كان هيظبط حاجات كتيرة قوي في حياتي، وأنا مواظب على اجتماع قدسك. وفي مرة سمعت قدسك بتقول إن كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله، وأنا بسألك سؤال محدد: فين الخير في السقوط دلوقتي؟ لازم يا جماعة لما نناقش مواضيع نناقشها على بعضيها. الامتحان اللي أنا امتحنته وسقطت فيه ممكن ما يكونش ظلم، ممكن علامة بتقولي إنك أنت لغاية دلوقتي مش مؤهل للدراسة دي، بدليل إن في ناس نجحت وأنت ما نجحتش. ليه جبتها العيب في ربنا أو العيب في الامتحان أو العيب في التصحيح؟ مش ممكن يكون أنا فعلا مستوايا ما يجيبش غير 65% ودخول الجامعة مثلا 80%. المشكلة إن الامتحان كشف قدراتي الحقيقية. إيه علاقة ربنا بكده؟ يعني فرضا أنا ما أقدرش أخش غير كلية نظرية، بس كنت أتمنى إن أنا أطلع طبيب كوالدي أو كوالدتي، وعملت بقى، إحنا عيلتنا ما يطلعش منها الطب، عيلتنا ما يطلعش منها، وذاكرت وذاكرت وذاكرت، بس أنا مستوى تحصيلي مش هيجيب أكتر من كده. ولو دخلت كلية الطب كنت هتعثر وهاخد السنة بسنتين. فالمشكلة إني لازم أكون أمين مع نفسي. هو أنا كواليفايد أو أنا مؤهل للنجاح ولا مش مؤهل؟ لأن عندنا مشكلة كبيرة قوي قوي، إن أوقات كتيرة قوي قوي أرمي اللوم على الظروف اللي حواليا. مرة أقول أصل ده اضطهاد، مرة أقول أصل دي كوسة، مرة أقول أصل ليه ظهر ما يضربش على بطنه، مرة أقول أصل مش عارف مين. طيب يعني اللي اترقى دوت أحسن في الإنجليزي منك ولا أنت؟ لا، هو الحقيقة أحسن مني في الإنجليزي. هو أحسن منك في الإدارة ولا مش أحسن منك في الإدارة؟ أحسن منك. كم مرة اتأخر طول السنة اللي فاتت وأنت ما اتأخرتش؟ لا، هو الحقيقة أنا اتأخرت كتير أو اعتذرت، بس كان عندي عذر، أنا ما كنتش بكذب. أيوة، في الآخر خالص مين أفضل بالنسبة للمدير؟ هو مش أنت. بس بسبب الغيرة اللي فينا أو بسبب الإسقاطات اللي بنعملها نرمي اللوم على الظروف مش على أنفسنا. وبالتالي واجه نفسك. يمكن اللي انت ذاكرته واعتقدت انك انت ذاكرته وقطعت نفسك فيه مش كفاية ومحتاج مجهود أكتر. طب النصيحة إيه؟ ما تيأس، حاول تالت وحاول رابع. وعلشان كده بقول لكم اللي عاوزين يا جماعة يدخلوا الامتحانات دي بتاعت المعادلة لدخول الجامعة أو المجموع الكبير، يعمل حاجة، مش يا جماعة يذاكر كتير، يحل امتحانات كتير. على قد ما تحل امتحانات وتتصحح لك وتصحح نفسك في طريقة إجابة للامتحان، هو ده اللي يخليك تقدر تجيب درجات. في ناس بتعتقد إن مسمعة المنهج صم. بصوا يا جماعة، تذاكر اللي تذاكره، الامتحانات هي اللي بتبيننا على حقيقتنا. علشان كده ما تلومش ربنا يا ابني، ولو في فرصة ذاكر وحل امتحانات، وخلي حد من المدرسين يقيم أدائك في إجابة الامتحانات وينصحك تجاوب الامتحانات ازاي. حتى لو أخدت درس يبقى عندك فرصة. لكن ممكن جدا يكون ما تزعلش مني يا ابني، أنا مش عاوز غير مصلحتك. الامتحان ده بيكشف إن أنا مش مؤهل. باختصار كده، دي ملهاش علاقة بالمعجزة وليها علاقة مش بالمعجزة. يعني ما تأخذونيش، أنا دلوقتي امتحنت 12 مادة، وفي مادة أنا سبت الورقة فيها فاضية. لو عملت كل يوم قداس ورفعت 5 دقايق وأكلت 5 فقرة وصورت 7 أرامل وندرت 5 سنين هنجح؟ ده لو نجحت يبقى ربنا مش عادل. ده لو نجحت يبقى ربنا مش عادل. فما ناخدش نص الحقيقة. خليك يا حبيبي كده بالراحة مع نفسك، اجتهد وذاكر وقدم تاني، وربنا يدي لك نعمة وتنجح وتخش الكلية اللي انت عاوزها ان شاء الله، وتفرحنا بإيميل ساعتها. ربنا معاكم يا ولاد. احنا نقول حتة تسبيحة صغيرة. ابتدينا الصوم، كل سنة وانتم طيبين. ومع الصوم اللي ابتديناه هناخد سلسلة 7 مرات على الأقل. فضلت أفكر وصدقوني اللي بقوله ده حصل. لغاية الساعة 5:30 كنت محضر سلسلة.
6 بالظبط العصر قررت ان انا اغير في السلسله، وفي ساعه بقى قلت يا رب الحقني عشان اكون حاسس موضوع بكلمكم فيه. فلقيت نفسي كده بصلي لربنا، فحسيت ان بفتكر مجموعه من الكتب اللي قريتها زمان قوي ولا زالت من اعظم الكتب الروحيه العميقه، اسمها المحاربات الروحيه لثيوفان الناسك. دي 4 أجزاء ترجمتهم كنيسة سبورتنج، والجيل بتاعكم جيل مش قارئ، ولو هيقرا مش هيقرا الكتب دي لأن الكتب يعني رهبانية شوية، تقيلة شوية، فهحاول أقراها. عارفين البطة اللي بتحط الحبوب في بقها وتنعمها قبل ما تديها لولادها كتاكيت؟ يعني أنا هعمل كده. يعني لو ثيوفان الناسك سمعني هيقول أنا زعلان، أنا ما قلتش كده بالظبط، بس أنا هقول له اللي أنت قلته هبسطه. هم 4 كتب. الكتاب الأخير استحالة هكلمكم عنه لأنه بيتكلم على حروب الموت وما قبل الموت وأثناء الموت، فدي يعني بلاش، هتتعبوا منها قوي، هاخد حاجات أبسط شوية. هناخد ال3 أجزاء الأولانيين عشان نكون واضحين، وبرضو مقالات منتقاة وأقوال منتقاة مع التبسيط. مش هقول اللي قاله بالظبط لأنه هو كتاب ناشف، هقول ببساطة. الأول الكتاب بيستعرض إيه هي مصادر الأوجاع أو إيه هي مصادر الحروب الروحية، ودي قلناها في سلسلة الحروب الروحية القديمة، فهمشي عليها في 3 دقايق بس هركز على اللي قاله. ادوني 5 دقايق كده. قال اللي احنا قلناه قبل كده لما أنا كلمتكم على الحروب الروحية زمان، يمكن الجيل ده ما سمعهاش قبل كده لكن أنا هقولها برضو إيه هي مصادر الحروب. قال أي إنسان، في قول كده معروف يقول لك كده: لا يكلل إلا المنتصر ولا ينتصر إلا من حارب ولا يحارب إلا من له عدو. تاني مين اللي هيلبس الإكليل؟ المسيح قال كده: من غلب فسأعطيه إكليل الحياة. يبقى لازم تنتصر. طب عشان تنتصر لازم يكون في إيه؟ لازم يكون في حرب، وعشان يكون في حرب لازم يكون في إيه؟ عدو. فبيقول أول مصدر للحروب الروحية هو عدو الخير، اللي قال عنه المسيح أنه قتالا منذ البدء من أول آدم. وعدو الخير ما عندوش تارجت غير أن يوقع كل أولاد ربنا في الخطايا. وعدو الخير بقى عنده خبرة بعمر الإنسانية من أول آدم لغاية دلوقتي، والخبرة بتاعته زي الAI بتتطور. يعني في إيه بتتطور؟ يعني كل شوية هو بيطور من نفسه فيبقى عارف كل. وحروبه إيه؟ متنوعة وشاملة ولغاية آخر العمر. والشيطان من ذكائه في الحرب يجيب لك الحرب وعكسها. يعني مثلا تتردد كده، شفت واحد في الشارع بيقول لك اديني حسنه، تقول لا ده ما يستاهلش، لا يستاهل، لا يستاهلش، لا يستاهل، لا ما يستاهلش، لا يستاهل، انا مش هديله، لا مش هديله. طب ما تديله حاجه صغيره ويمكن يكون محتاج، انا ما اعرفش بقى هو وضميره. فانا اديتك حاجه صغيره، انا كنت متردد ومش عاوز ادي، يبقى اديتك، انتصرت اهو، ان انا الحمد لله جيت على نفسي واديتك حاجه لله. الشيطان يسكت، يمشي يقول لي أنبا سربهمون أبو طرحة ولا الأنبا برقام أسقف الفيوم. الأرض دي ما تستاهلش إنك تدوس عليها برجليك يا رجل العطاء. أقول له فعلا الناس بقت بخيلة قوي وأنانية، مش كل قلب بيدي. يبقى أنا وقعت في حرب أسوأ. أنتوا فهمتوا الشيطان بيعمل فينا إيه؟ يعني أنت كنت على وشك تنمي معاها عليها، وكنت على وشك رحت مسكتي نفسك في اخر لحظه، الشيطان يسيبك يقول لك برافو عليكي، مش كل البنات عاقله وكامله زيك كده، ده البنات كل لسانتها لكن انت باسم الصليب عليكي، باسم الصليب. وانت اول ما تبتسمي فرحانه بنفسك هو يضحك ويكركع، شوف ساذجه وقعت. فهمتوا عايز اقول لكم ايه؟ فده اول مصدر للحرب الشيطان. تاني مصدر للحرب انا استهتاري، مستهتر كده ماشي مش لامم عينيا، في عينيا قاعده تلقط وتخزن، قاعده تلقط وتخزن، قاعده تلقط وتخزن. ذاتي العاليه ان انا ما طيقش حد يقول لي مش عارف، ما طيقش حد يقول لي مش عارف، انا مش في ايه مالك؟ نزل صباعك ده يا اخي، مالك شايف نفسك قوي؟ فاحنا بيقول المصدر الاول الحرب عدو الخير،
لكن الحقيقة ده مقدور عليه. الأسوأ أنت في الحرب، الأسوأ أنت اللي بتجيب حروب على نفسك أنت مش قدها وأنت السبب فيها. تبقى عارف إنك لو صليت حياتك هتستقيم وتقدر تنتصر، ما بتصليش، عامل لك إيه في كسلك؟ الشيطان على فكرة ما عملكش حاجة، مالكش ريح يا راجل. عارف إمتى الشيطان يبتدي يحاربك؟ لما تهم. طول ما أنت مريح كده في خطاياك يبقى شيطان مش ذكي، يبقى في منتهى الغباء إنه يضيع وقته معاك. يعني يقول لك إيه؟ هيقول لك إيه؟ هيقول لك ريح. طب ما أنت مريح. هيقول لك اشتهي. طب ما انت مريح هتيجي لوحديها. فاهمين عايز اقول لك ايه؟ فالشيطان بيبتدي يحارب مين؟ المجاهدون. اللي مش بيجاهدوا اساسا هم اعداء انفسهم، لان بطبيعتهم وغيرتهم وغلهم وغيظهم ومقارنتهم هم بيقعوا لوحديهم. ده اول ما انا ابطل غيره يبتدي يقول لك بص فلان عنده ايه وربنا اداله ايه وانت لا. يبتدي امتى يحاربني؟ لما انا ابتدي اقوم. لكن طول ما انت نايم هو مش هيحاربك. أنا مش عاوز أطول. هو بيقول أول حاجة عدو الخير، نمرة 2 أنت، نمرة 3 المجتمع. وبيدي مثل بسدوم وعمورة، إن سدوم وعمورة أثرت على لوط وعلى مراته وعلى بناته، وكان شرهم شر عظيم قوي قوي. ما علينا. بس أنا مش قلت لكم أنا مش هتكلم في دي. هو يقول بقى إيه؟ بالرغم إن الحرب الروحية قوية قوي وممتدة العمر كله، لكن احنا دعينا للنصرة. يعني احنا ربنا قال تحاربوا عشان تغلبوا، لان ربنا عمره ما هيسمح بحرب فوق ايه؟ طاقتك. ومع التجربة يعطي المنفذ، لا يدعكم ان تجربون فوق ما تحتملون. ودايما اقول لاولادي القصة دي. في مرة من المرات انا بقول لكم بثبت لكم قصة ان ربنا لا يمكن يسمح لنا بحرب احنا مش قدها. هديكوا حرب الشيطان مع القديسين كان شكلها ايه، وشوفوا ان احنا لا يمكن ربنا يسمح لنا بالحرب دي. اديكم ان اكزامبل. مره القديس مقاريوس كان بيصلي من غروب الشمس لشروق الشمس. يعني هو يبتدي يتكلم مع ربنا كده، تاخد لها 12 ساعه 11 ساعه على حسب بقى الموسم، شتوي صيفي، على عدد الليل قصير ولا طويل. فهو اول ما الدنيا تغرب يحس بقى ان الغروب دوت بقى بدايه الصلاه، فيطلع في الجبل يصلي لغايه لما الشمس تضرب في وشه. مين بقى اتحرق من الموضوع ده؟ الشيطان. فبقول لك في يوم من الايام الشيطان ده اللي عمل الحيات وحول الحصان وعمل العصيان لحيات. الشيطان ده اللي مره خلى الميه تبقى دم، يعني ليه قدرات برضه مش كده. ولع في السجاده اللي كان بيصلي فيها، ولعها عشان يفزعه يعني. فالقديس مقاريوس حس بحر يعني، وفي سخونه، ما في نار يا جماعه، النار سخنه بتلسع. فراح بص كده هو بيصلي، بص كده لقى الايه؟ السجاده مولعه من 4 أطراف. طب لو حصلت لك انت امام الله عمرك ما تصلي تاني في حياتك. قول لهم انا مش هصلي لما يصلوا عليا. هو كل اللي عمله راح عمل ايه؟ ابتسم وطلع بره السجاده ورشم الصليب وقف على الرمله وكمل صلاه. ما اضطربش اللحظه. عارفين ما اضطربش اللحظه؟ احنا لو الشيش بس خبط ولا الدولاب زيق. مرة تانية القديس مقاريوس برضه راح اسكندرية ودخل في مغارة ينام، فلقى حاجة عارفين كانت ايه يسند عليها. بيدور كده ما لقاش غير جمجمة، فلما حط راسه على الجمجمة الشيطان اتضايق قوي فاتكلم. حكيت لكم القصة دي، كلكم عارفين القصة دي. فالشيطان راح قال له انت ايه اللي جابك هنا المكان ده؟ تصور انت حاطط جمجمة، انت في كلية طب وحاطط جمجمة على المكتب عشان بتدرس اناتومي او السكيلتون او وات ايفر يعني، ولقيت الجمجمة بس تعمل كده بالليل. هتعمل ايه؟ هتعمل يعني هتبقى شكلها وحش قوي. تصور بقى جمجمه بس ما كلمتش بقى، ابتسمت لك يعني الفك عنك مرتين. ما اعرفش ده خرس هيجي لك شلل ما اعرفش. المهم القديس مقاريوس عمل ايه؟ خبطوا على راسه قال له اسكت انا فاضل لي ساعه وهقوم اسافر، اخرس باسم المسيح، وكمل نوم. يعني عايز اقول لكم ان الحروب بتاعتهم غير الحروب بتاعتنا. ده يأكد ان عمر ما الشيطان ربنا هيديله سلطان انه يحاربك حرب انت مش قدها. بس انا بتغلب من الحرب اللي هي جوايا انا زي ما قلت لكم قبل كده. بس مش هو ده الموضوع اللي جاي اكلمكم عنه، دي المقدمه بتاعت الحروب الروحيه. ايه هي مصادر الحروب؟ امال جاي اكلمكم على ايه؟ جاي اكلمكم على باب عنوانه
أسلحة المحارب. أسلحة المحارب. مين المحارب؟ أنا. إيه الأسلحة اللي لازم أكون داخل بيها؟ هقول لكم النهاردة 5 أسلحة، دول يكونوا في دماغكم محفورين لعمركم الجاي لغاية آخر يوم في حياتكم. السلاح الأولاني الاقتراب والالتصاق. الاقتراب والالتصاق. يقول لك إن لما المسيح كان ماشي في اليهودية في ناس سمعت عنه وفي ناس شافته من بعيد، واللي قربوا أكتر شافوا بعينيهم معجزاته، واللي دخل بيتهم ولمسوه ارتبطوا بيه العمر كله. فأنت في أي دايرة؟ دايرة الناس اللي بتسمع عن المسيح؟ لا 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 لا، ده لو الشيطان عملك عطس في وشك هتقع. طيب أنت قريب شوية، لا ملخلخ، لو الشيطان ضربك بجريدة هتقع. طب لو انت المسيح جوه بيتك او انت ماسك في جلابيته، ايه اللي ممكن يحصل؟ مفيش حاجة في الدنيا ممكن تهزك. عشان كده على قد ما انت قريب من ربنا وبتتكلم معاه طول النهار، انت في حماية ضابط الكل. تهمل الاقتراب من الله طول ما انت ليك قداس ومواظب عليه، بتاخد نعمة وبتاخد قوة. طول ما انت ليك انجيل يبقى كل ده جوه الاقتراب لله. طول ما انت ليك مزمور، ده بيثبت هويتك، بيثبت لغتك، بيقول لنا انت فين وماسك في مين. انت ماسك في ربنا ضابط الكل، مفيش حد يقدر يعمل لك حاجة. انا بحكي حكاية دايما كل ما يجي موقف مشابه. الحكاية دي حصلت مع بنتي لما كان عندها 3 سنين. كان جنب بيتنا كده في بيت لسه ما اتبناش، هو دلوقتي في بيت كانت خراب على ناصية، عارفين الحكاية دي؟ وكان فيها كده كلبة بلدي ومعاها 7 8 كلاب مخلفاهم. فأنا بنتي حكيتها لكم قريب، بنتي كانت ماشية كده وماسكة في الجلابية، هي شافت الكلاب بيجروا هو هو هو، طبعا الأم بتهوهو وراها الإيه؟ 6 7 اللي مخلفاهم. فهي غصب عنها كانت هتوقعني. ليه؟ مسكت الجلابية من هنا، انا بره وهي كده والخرابه كده في الكلاب. طبعا هي اولاد لما تكون طفل عن 3 سنين وشايف كلب من طوله داخل، ده ديناصور يعني، هي شايفه فيل داخل عليها، تاخدي بالكم؟ فهي راحت لفه الجلابيه جري وجايه الناحيه الثانيه، فكنت انا هتكعب اللي مسكت، فاهمين؟ لفتني خلف خلاف يعني، فانا رجليا تصرف لا ارادي. بس خلي بالكم الموقف اللي دايما بحكيه، اول ما بصيت للكلاب وحكيت لكم القصه دي قريب قوي، رحت عملت برجلي كده شمشي، بنتي طلعت من ورايا بقوه، جابتها منين ما بس لسه ماسكه في الجلابيه احسن بابا يعملها ويمشي ولو عملوا يمشي تبقى مشكله. راحت طالعه من ورا الجلابيه وبص للكلاب، امشي امشي. لا 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 لا، جبتيها منين الشجاعه دي؟ لا، ده هي دي العلاقة بين الابن وابوه، ان لما الانسان بيبقى ماسك في ابوه بياخد ثقته من قوة ابوه. عشان كده قال اذا كنت انت مؤمن بالحرب الروحية اللي ضحاياها كتير، ناس كانوا جوه الكنيسة وسابوا الكنيسة، وناس من التلاميذ خانوا عشان 30 فضة، وناس من التلاميذ انكروا، اذا كنت انت من اللي مع المسيح مش هتنقذ الا اذا كنت انت ماسك فيه بايديك واسنانك. وعشان كده النقطه الاولانيه اسمها الايه؟ الاقتراب والالتصاق. الانجيل، المزمور، الصلاه في الطريق، اضطراب قلب، كآبة قلب، ارفع صلاه اقول له انا تعبان، لكن في كل الاحوال اثق ان طول ما انا ماسك فيه ولازق فيه ما يتقدرش عليا. هتسيبه هتقع. اتفقنا؟ يبقى احنا قلنا اول علاج او اول سلاح من اسلحة المحارب ال5 الالتصاق. 2 الايمان بالصلاح. يعني ايه؟ هي عنوان كبير قوي اسمه الايمان بصلاح الله. يعني ايه صلاح الله؟ يعني ايه الايمان بصلاح الله؟ يعني اكون متأكد ان كل اللي بيعمله ربنا حتى لو أنا مش فاهمه هو خير. ليه؟ لأن الشيطان يعلم تماما أن هناك تقلبات في الحياة،
أمور كنت بصلي من أجلها ما تحصلش، وأمور ما كنتش عاوزها تحصل حصلت، وأمور تانية كنت عاوزها تحصل وحصلت. فأنا أوقات لما الدنيا تضيق معايا ابتدي بسبب الشيطان اللي بيوشوش في وداني أشك في صلاح الله. يعني إيه أشك في صلاح الله؟ قل ده كلام مكتوب في الكتب، الحياة غير كده، ربنا خلقنا وبيتفرج علينا بنتلطش، قول لي ليه وقول لي ليه وقول لي ليه وقول لي ليه وقول لي ليه. اوعى تشك في صلاح الخير. خلي وانت بتحارب عندك آية مكتوبة بمية من الذهب: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. حتى لو سيادتك مش فاهم، حتى لو سيادتك مش عارف، وانا قلت لكم في محاضرات قريبة ان في امور كتيرة قوي ابويا انا الجسدي الله ينيح نفسه كان بيعملها وما كنتش ببقى راضي عليها، وشايف ان التحكم ديكتاتوري، وعشان هو اب وانا ابن مش هقدر ارد عليه بنفس المنطق والا يتقال عليا مش متربي، فكنت بسكت ومتضايق. ولما كبرت عرفت ان كل ما اختاره كان صالحا وكل ما دبره كان صالحا. وانا كنت احمق في طفولتي وكنت اكثر غباء في مراهقتي لما ما فهمت صلاحه. ده ابويا ده بشر فصلاحه نسبي لا يقارن بصلاح الله. فخلي بالك ان في امور كتيرة قوي في الحياة هتقابلك، اللي هيقابلك في الحياة ده غير مفهوم، غير مفهوم. إنسان بار وبيحب ربنا ويصاب بشلل وأسرته تتعب جدا وما كانش محوش كفاية والأم تتلطم والعمام ما تسألش فيه فين ربنا؟ فين ربنا؟ بقى المفتري عايش. أيوة، ما أنت عندك مثل اسمه الغني والعاذر. المفتري كان عايش بس العاذر ما شكش في صلاح الله لحظة واحدة، وعشان كده العاذر لما مات اتنقل لحضن إبراهيم. اوعوا تشكوا في صلاح الله حتى لو الامور مش. احنا بقينا فراجايل قوي، بقينا يعني ايه فراجايل؟ هشين قوي. يعني ايه هشين؟ انا طلبت مش عارفين يا منى، انا 4 سنين جايبه جيد جدا واخر سنه اجيب جيد، يصعب عليا. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ احنا ليه نزلنا ربنا المستوى المحاكمه والمقاداه؟ احنا مش فاهمين حاجه. اللي انت شايفاه التقدير اللي راح منك ده. يعني اقول لكم حاجه، قصه معروفه ان الدكتور مجدي يعقوب كان عاوز يعمل ايه؟ كان يشتغل في مصر كارديولوجي. قالوا له انت ما تنفعش بصرف النظر الموتيف. قالوا له لا ليه؟ ما نعرفش، انا مش ببحث دي دلوقتي. حاجه تجرح قوي ان انا عايز ابقى دكتور قلب وانا شاطر ويقولوا لي لا. النهارده يروح بلد تانية ويتعلم تكنيكس تانية ويجي مصر ويتفرجوا النهارده شايل لقب سير ومفيش حد بيتفرج على لقاء تلفزيوني ليه الا ما ينبهر باتضاع هذا الرجل وخضوعه وهروبه من المديح. ايه ده؟ اتارينا كنا فاكرينه شر. لو كان شك في صلاح الله ما كانش بقى بيشكر ربنا دلوقتي. اوعوا تشكوا في ربنا مهما كانت الامور مواتيه. قل صالح هو الله لأنقياء القلب. لو أنا نقي القلب هأمن إنك أنت صالح. هحكي لكم حكاية حكيتها لكم برضو قبل كده. الحكاية دي ليها العجب، ليها العجب. كان في أبونا من الجيل الأقدم شوية اسمه أبونا صليب سوريال. يعني مثلا أبونا صليب سوريال ده لو عايش كان يبقى عنده إيه 100 سنة دلوقتي مثلا. يعني أبوه بقى كان اسمه الخواجة صليب. وليه سموه الخواجة صليب؟ لأن كان عنده محلات ذهب. انتوا برضو الحكايه دي اكيد عارفينها. الراجل ده لما كان عنده محلات ذهب كان ليه صديق بيشتغل في البورصه، حكيت لكم الحكايه دي قريب. خسر وقال له الحقني يا خواجه صليب انا هتفضح وهاخدش السجن. ضمنوا في المحكمه بالاموال، بالمزارع اللي عنده، بالبيت اللي عنده، بمحلات الايه الصاغه اللي عنده. كان عنده اكتر من محل على ما اعتقد. وقال له بس توعدني ما تلعبش في بورصه تاني. الراجل قال لك ايه؟ البورصه هعوض السنه الجايه اللي راح وسدد كل ديوني. فايه اللي حصل؟ خسر للمره الثانيه. فوجئ الاسره الخواجه صليب اللي هو ابونا صليب سوريال دخل هم الاعيان وعندهم فلوس، اغنياء اغنياء، محلات ذهب ومزرعه وبيت، يعني عز، ولاد عز.
دخل قال لهم اعملوا لنا حاجه حلوه وناكلها عشان النهارده فيه احتفال. ايه يا بابا؟ قال لهم لما نتعشى. لما نتعشى، انا بحكيها بسرعه عشان انا فاكر ان انتوا فاكرينها. بعد ما هم قعدوا يتعشوا كانوا بقى ذبحوا حاجه ولا مش عارف ديك رومي ولا ايه، وهو دخل ريح ونام وقام. خليكم معايا ايه اللي حصل. قال لهم مش هتقول لنا؟ قال لهم نتعشى الاول. اتعشوا حلوا، قول لنا بقى يا بابا شوقتنا. قال لهم النهارده بس، النهارده بس ربنا حررني من كل اغلال العالم اللي ماسكه في ايديا، كل قيود العالم. قالوا لي، قال لهم يا ولاد احنا ما عندناش غير الشقه اللي احنا فيها، احنا خسرنا كل حاجه والبنك حجز على كل حاجه، والحمد لله انا ما دخلتش السجن لان ما كنتش اكتر من ضامن، وفلان صلوا له لان اتقبض عليه اللي هو صاحب الدين الاساسي. النهارده بتقول ايه؟ ده ممكن واحد يعرف ان خسر فلوسه وربنا يعلم الضغط يعلى، يحصل له نزيف في المخ، يقول لك بعد عنك جات له نقطه ويقع طابب ساكت، او يجي له هارت او ضيق بقى عنك في الشرايين والاورده برضه يطب ساكت، يعني في كل الاحوال هيطب ساكت. بس هو لم يشك لحظه واحده في ان كل فلوسه اللي خسرها دي تدبير جيد من الله من اجل خلاصه وخلاص اسرته. ايه ده؟ واحد تاني يقول لك هو ليه ربنا يعمل كده؟ انتوا مش فاهمين حاجه، ده انا كنت مهما كان متأيد وبسأل الجرام بكام وعندنا كام كيلو ده في المحل ومشغول بإيجار البيوت، ده ربنا حررني من كل ده عشان أفضله، واللي باقي هيأكلنا ويشربنا اطمنه. مش هناكل ونشرب، هو في حد بيلبس بدلتين فوق بعض؟ في حد بياكل أكلتين ورا بعض؟ اللي معانا هيكفينا. لم يشك لحظة واحدة في صلاح الله. أبونا ميخائيل إبراهيم فقد ابنه في حرب 56، وبعد ما فقد ابنه في حرب 56 فقد قبليها ولدين كانوا توأم أو قريبين من سن 12 و13 سنة أو 11 بمرض اسمه الدفتيريا، كانوا يسموه الخنيق. وبعدين فقد زوجته، وكان يقف قدام ربنا ما بيشتكيش، بيقول له أشكرك يا رب لأن لي 4 شفعاء بيشفعوا أمامك كل حين، تمم خدمتي بخير، وإمتى يا رب حصلهم؟ طب ده أنا كاهن، طب أخدت 1، طب أخدت 3، طب ليه يا ربي؟ لا، ربنا صالح. فالمحارب يكون لازق، المحارب يعلم أن الله صالح وما يشكش. الحرب ممكن تبقى شديدة وتشك، امسك في أبوك الروحي، امسك في الكنيسة، بس اوعى تشك في صلاح الله، لأن لازم نقول لك من دلوقتي هيجي لك فترات عدو الخير هيقومك فيها على ربنا ويقول لك ربنا كده محب البشر، أما لو عدو البشر كان عمل فيك إيه؟ اوعى تسمع له. 3، ثالث سلاح للمحارب أنك تعلم أنك لا شيء. تعلم أنك إيه؟ فاكرين مزمور ارحمني يا رب أنا ضعيف؟ شاول الملك لما نصب ملكا قال له يا رب جعلوني ملكا وأنا إنسان ضعيف. يعني إيه؟ طول ما أنت حاسس إنك ولا حاجة هتمسك في اللي كل حاجة، أول ما تحس إنك بقيت حاجة بتلاقي إن تسلت. عارفين اللي أقول لكم الفرق إيه؟ واحد أبوه بيعدي الشارع وهو حاسس إنه صغير فماسك في إيد أبوه ومطمن إن أبوه هيعدي الشارع، أول ما كده لقى نفسه كبر وعياله في الإعدادي، إيه ده؟ أبوك بيعدي بيك الشارع؟ بابا سيب إيدي يا حبيبي، بس ده شارع 8 لين وفي خطورة عليك. بابا سيب إيدي ما تحرجنيش يا حبيبي، أنا أأمن ليك من أي حد. فالواد بقى مش يسمع كلام أبوه، يروح جاري وسابق أبوه عشان يثبت لنفسه إنه كبير. مفيش حد فينا في الحياة الروحية كبير على الخطية مهما كانت رتبته أو ما كانت درجته. داوود وقع وزنى وقتل، مين كان يقول؟ فما فيش حاجة في الدم. أقول لكم حاجة هثبت لكم إن إحنا في منتهى الضعف. أنتوا ما شفتوش أحداث إحنا شفناها قبل كده، بس على الأقل شفتوا الكورونا. يعني اللي فاكر فيكم أيام الثورة بتاعت 11 و12،
انتوا واخدين بالكم؟ والناس ازاي كل عماره مطلعه 2 بعصيان، قال يعني هم دول اللي هي يعني انتوا واخدين بالكم؟ وكلام بقى وحالات من الرعب وحالات من الهجره وحالات من الفزع. طيب ده انا هقول لكم حاجه اقرب كلكم فاكرينها، الكورونا. كميه الفزع النفسي اللي عملته فينا، مين فينا ما خافش؟ او على لو كنت انت جريء كان حد في البيت، ما هو انتوا لو 4 5 اكيد في 2 خافوا. انا اعرف واحده كانت بتقلع جوزها على باب السلم، يعني تديله لبس، انتوا بتكلم بجد، تديله لبس ازاي؟ تديله لبس كده، وفي انتوا عارفين في سلم واسانسير، وبعدين سلم بتاع الرفيع ده بيسموه سلم الحريق ولا سلم الطوارئ، وده حدش بيستخدمه. فتديله اللبس عشان يغير كل حاجه في السلم ده، تديله مجهزه له شنطه، وبعدين يفضل بره، هي بقى تطلع بالكمامه وبالزي بتاع الفضاء ده ملسمه نفسها، وترشه بالرشاشه، تخلص عليه ربع رسبته، يعني لو عود كبريت يضيع. انتوا واخدين بالكم؟ المهم، ويدخل في العزل لمده ربع ساعه. بانيك اتاك. بلاش احنا في منتهى الضعف قدام ميكروب، لا ده انا هقول لكم على حاجه تانية. مين فينا مش ضعيف قدام ارادته؟ اللي فاكر نفسه هنا كده تقول لي يا ابونا انا عندي اراده. على فكره انا ممكن يكون عندي اراده في حاجه وانت عندك اراده في حاجه تانية. يعني مثلا انا ابص لك كده اقول لك مش قادره تمسكي نفسك عن الاكل، انا الاكل ده ما يفرقش معايا خالص، خلي عندك اراده، وابص لك من فوق لتحت كده. نيجي في المذاكره، البت بتذاكر 8 ساعات وانا ماليش طقطان على المذاكره ربع ساعه. يبقى ما حدش فينا قدام ارادته قوي. تبقى عامل رجيم وبقى ماسك نفسك علشان الدكتور قال لك عندك كوليسترول وعندك دهون ثلاثيه ودهون سباعيه ويعني لازم تلحق نفسك. كل ده يضيع قدام طبق فته وحته معرفش ايه بيسموها ايه، موزه ولا ايه ولا معرفش. بلاش ليك في الحلويات. انا ضعيف قدام ارادتي، ضعيف قدام ميكروب، ضعيف قدام طبعي. مين فينا انتصر على طبعه؟ انتوا عارفين في خطايا سهلة الانتصار عليها، خطايا الطبع من اصعب الخطايا اللي الواحد ينتصر عليها. يعني ممكن يكون في خطايا انا بعترف بيها بقالي 30 40 سنة ليها علاقة بطبعي ولغاية دلوقتي تذكر في كل اعتراف. اقدر اقول انا قوي. فلازم المحارب اللي هيحارب الحرب الروحية يقول انا ولا حاجه، وما يقولهاش كده من باب الاتضاع. يعني اوقات ايه احنا بنمثل تمثيليه الاتضاع، اقول ايه على فكره انا وحش قوي وطبعي بيتعب ناس كتير قوي، تروح ساله الرد على تقول على فكره يا ابونا انت فعلا طبعك وحش قوي وعصبي وغلاوي وبتفرز الناس وبتميز بين الناس. هبتسم في وشها على رايك فعلا نفسي ده انا امسكها من شعرها كده اطلعها بره الكنيسه وارميها. انا اقول على نفسي لان لما اقول على نفسي كده هتقول عليا ان انا متضع، لكن انت تقول عليا ده انا اقطع يعني ما عليا. انت تقول عليا لا، بس انا فعلا غلبان قدام ارادتي وقدام طبعي، غلبان قدام ميكروب وفيروس بخاف منه. ده انا غلبان قدام نفسيتي. مين فينا نفسيته قويه 24 ساعه طول الاسبوع في ال10 سنين اللي فاتت؟ مرة مالك يا حبيبتي مكتئبة، مالك اهو مكتئبة وخلاص. طب في ايه؟ مكتئبة. مالك ايه؟ مهيبرة. طب مالك يعني احنا غلابة قوي. مين فينا اللي يقدر يقول نفسيته قوية؟ ولا حد فينا. تحت ضغط معين وتحت أزمة معينة بننكشف على حقيقتنا. أنا ضعيف قدام الألم. أنا ضعيف قدام الإيه؟ الألم. يعني ممكن جدا نستهين بألام الآخرين، بس الألم متعب جدا جدا جدا. طب أنا أحكي لكم حكاية حصلت معايا، مش عارف حكيتها لكم قبل، حكاية العملية اللي عملتها لما الواد جه يزغزغني، حكيتها لكم قريب مش كده؟ شوفوا كنت شفت الموت، الدنيا اسودت. ده معناه إيه؟ معناه إن الألم مبرح جدا 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 جدا. مفيش ألم بسيط. ألم الودن حد جربه؟ رهيب. ده فيه يعني ألم السنان ما نامكش طول، ألم الركب
قولوا لي ألم يعني بلاش ألم مغص، بس مغص من اللي بيقطع البطن يعني. الجبار اللي كان بيشخط في النهر، أنا اللي صعبان عليك قوي. ده احنا أغلب من الغلب. عشان كده احنا قلنا كم حقيقة دلوقتي أو كم سلاح للمحارب. 1 الالتصاق، 2 الصلاح بالإلهي، 3 أنا ولا حاجة. لو أمنت إنك أنت غلبان هتمسك بربنا في إيديك وأسنانك. أول ما تحس إنك قوي هتسيب إيدك وتحاول تعدي الشارع لوحدك. 4 رابع سلاح في الحرب الروحية اسمه كراهية الخطية. طول ما الخطية ليها محبة في قلبك مفيش فايدة. مفيش فايدة. بحب الخطية. طب الشيطان ده يعمل لك ايه؟ كل اللي هيعمل لك هيفكرك بيها. يقول لك فاكر تلاقيه لك انت ريحت كده وابتسمت قلت له اه فاكر. يقول لك يلا، قول له من عينيا. ما خدتش غلوة ليه؟ بتحبها. فمهم جدا انك تكره الخطية. طب انا مش قادر اكره الخطية، اطلب من ربنا. اقرا كتاب حياة التوبة والنقاوة، اقرا عن نهاية الخطية واجرتها، اقرا عن الدينونة، اقرا عن مخافة الله. لازم اخاف، لازم اخاف، لازم اخاف. لازم اخاف. فاوقات كتيرة قوي انا ما ببقاش عندي هدنة مع الخطية. اللي عنده هدنة مع الخطية ده لا ما يحاربش، لان الشيطان هيكسر مقاديفه ويكسر دماغه ويوقعه. هيوقعه. علشان كده يحذرنا، يقول لك لازم يا اما تخاف من نتيجتها او تخاف من الدينونة. عشان كده الكنيسة في صلواتها لو تاخد بالك من اول غروب لغاية الستار كل القطع بتاعها بتتكلم على التحذير من الموت او الدينونة. بس حس بقى واللي انت بتقراه. بس احنا عندنا مشكله من كتر عدم الاحساس. الكنيسه عاوزه تفكرنا واحنا ما بنفتكرش. فتقرا المزمور كده يقول لك ايه؟ هو ذا انا عتيد ان اقف امام الدين العادل مرعوبا ومرتعبا من كثره ذنوبي. ده واحد مرعوب، دايما بقولها لكم كده، ومرتعبا. انتوا عارفين مرعوبا ومرتعبا دمه ناشف في عروقه لانه شايف الدينونه وشايف الميزان وشايف افعاله وخطاياه شكلها ايه. واحد بيقول للتاني انت عارف فلان الفلاني بيتفرج على حاجة وحشة وولاده شافوا انه بيتفرج على حاجة وحشة وكانت مصيبة لانه سقط من نظر عينيهم. قال له لا، انا ناصح قوي، انا كل ما اتفرج على وحشة اعمل ديليت على الهيستوري واعمل ديليت على السيرش واعمل ديليت على الاكاونت واعمل ديليت. ما اعرفش انا في الحاجات دي يعني. قال له انت عارف ان ممكن واحد يكون معاه الاكاونت بتاعك يعمل ريتريف لكل اللي اتفرجت عليه في اخر 5 سنين. قال يا نهار اسود. قال له ده في برامج بتعمل كده. الراجل عرق. فالتاني قال له امال لما كل ده ينكشف في يوم الحساب قدام الناس كلها هيبقى شكلك ايه؟ خلي بينك وبين الخطية عداوة مش محبة. احنا قلنا كام حاجة لغاية دلوقتي، فاضل لكم نقطة. أول حاجة التصاق، 2 3 أنا لا شيء، 4 كراهية الخطية، 5 الطاعة الحاسمة. يعني إيه الطاعة الحاسمة؟ مقصود بيها الطاعة لربنا ووصيته. يعني إيه الطاعة لربنا ووصيته؟ ربنا قال لأ، يبقى ما ينفعش نساوم ولا ينفع نفاصل وينفع. ربنا ما كانش يقصد كده قوي يعني لما ربنا كان حاسم قوي في اللأ. يعني مثلا شوف انا اقول لكم بس الاول حسم ربنا شكله ايه. ما قالكش ايه ان اعثرتك عينك ارشم عليها الصليب وقول يا رب سامحني. حد فاكر المسيح قال ايه؟ قال لك اقلعها والقها عنك عشان احسن تطلع اعور. فالمسيح كان حاسم قوي في وصيته. فوصية المسيح احنا بسبب التربيات اللي لخبطتنا والدلع اللي دلعناه بقينا نمسك الوصية نقصقص ريشها ونصنفرها ننعمها ونصغرها
ونشوف المسيح يقصد ايه. معقول المسيح يقصد من اعطيتك عينك؟ طبعا كانت كل الناس عورت وكل الناس بتبص طول النهار. والانسان ايه لو ما بصش؟ ده يبقى مش طبيعي لو ما بصش. لا يا راجل، يعني اعمل ايه في متى 5 نشيله؟ لا، الوصيه وصيه، الوصيه وصيه. فانت لازم يكون عندك طاعه للوصيه. لما المسيح يقول لك اغفر يبقى لازم تغفر، ما تقولش اصل ده ما يستاهلش الغفران. لما المسيح يقول لك انسى يبقى لازم تنسى. لما المسيح يقول احبوا اعدائكم يبقى لازم تحبوا اعدائكم. مش عارف هحاول، مش عارف هحاول. لكن طول ما انت بتلاقي مخرج للوصيه وتبرر مشاعرك او تبرر عدم خضوعك للوصيه، انت مغلوب من غير ما الشيطان ما يقرب لك. انت رفضت الوصيه. ربنا مره بيعاتب شعبه بني اسرائيل في سفر اسمه سفر ارميا. بيقول له اسمع يا أرميا، عايز أبعتك مشوار عشان أقول لك الفرق بين شعبي إسرائيل وبين العيلة بتاعت الركابيين. فراح قال لهم اطلع لهم بره واسألهم وقول لهم صب ليهم خمر. فأرميا راح ينفذ الوصية وبعدين قال لهم يعني اشربوا خمر. فقالوا لهم لا، أبينا يوناداب ابن ركاب قال لنا لا تشربوا الخمر كل أيام حياتكم. قال لهم الناس دي بتسمع كلام أبوهم وجدهم وإنتم ما بتسمعوش كلامي. وصيتي بقت رخيصة، وعشان وصيتي بقت رخيصة إزاي تسمي نفسك ابني إذا كنت اللي بقاله لك أنت بتسترخصه وما بتعملش بيه؟ فوصية ربنا لازم تكون قدام عينيك. وصية ربنا اتقالت عشان تعملها. طب أنا مش هقدر، جاهد فيها. طب أنا مش قادر، اعمل عشرها. والسنة الجاية يبقوا 20، والسنة الثالثة يبقى ربعها، والسنة الجاية خمسها ولا سدسها ولا نصها، والسنة اللي بعديها 3/4 هتوصل. بس ربنا هيلاقيك بتحاول وصيته. لكن احنا النهاردة بقينا نبيع المسيح عند أول حد. أنت صاحبتي قوي وبتاع. قلت لي يا ابونا لو حد اتصل بيا يقول إن أنا مش كنت هي كانت موجودة ومشيت زمان في السكة. يلا الحقي روحي بقى. ايه ده؟ انا بكذب عشان مين؟ وبكذب ليه؟ المسيح قال ما نكذبش يبقى ما نكذبش. عايز اقول لكم ان اساسا الوصية اتحطت عشان ننفذها مش عشان نتحايل عليها ونكسرها. قال لك لو انت عندك ال5 أسلحة دول هتقدر تحارب معانا الحروب الروحية اللي احنا هنبتديها بقى المرة الجاية. يبقى اتكلمنا على ايه؟ 5 أسلحة للمحارب. 1 الالتصاق. 2 صلاح الله، اوعى تشك فيه مهما حصل. 3 انا ولا حاجة. 4 كراهية الخطية. 5 واخر حاجة طاعة الوصية. طاعة الوصية. ربنا يدينا. دي المقدمة بتاعت المحاربات الروحية. إن شاء الله نمشي حرب المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.